هي لعبة البولينج بتتلعب ازاي؟ وايه فايدتها اصلا؟ مش هي المفروض بنرمي الكرة في الحاجات اللي محطوطة دي ولو وقعتهم كلهم تكسب؟ مش صح كده؟ طيب هو انا كنت فاهم كده واغلب الناس برضو فاهمة كده. طيب التحدي عبارة عن ايه؟ وايه قوانين اللعبة؟ وايه الفايدة منها كرياضة؟ والاهم من كل ده لو عايز العبها اعمل ايه؟ والاقيها فين؟ كل الحاجات دي هنجاوب عليها ان شاء الله في الفيديو ده. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك والشير وما تكسلش علشان الحاجات دي بتشجعني اكمل. يلا بينا. في البداية بحثت عن افضل مكان للبولينج. كان المركز الدولي للبولينج في القاهرة في مدينة نصر خلف بانوراما حرب اكتوبر. دخلت المركز الدولي للبولينج وتيكت الدخول ب20 جنيه للفرد، والمكان ده مش للبولينج بس، كمان في ترابيزات بينج وبلياردو واير هوكي. وطبعا ملحقتش اجرب كل الحاجات دي، لكن ممكن اجربها في فيديوهات تانية ان شاء الله. لكن للامانة المكان جميل جدا. اول ما بتدخل صالة البولينج بتروح تقطع تيكت للتراك اللي هتلعب عليه، والجيم ب70 جنيه للفرد. وطبعا جيم البولينج اقل حاجة فردين، فكل واحد بيدفع 70 جنيه وبتحجزوا تراك علشان تلعبوا مع بعض. احنا حجزنا والتراك بتاعنا رقم 4، وطبعا علشان كان يوم جمعة وزحمة فاستنينا شوية لحد ما الناس اللي بتلعب على نفس التراك تخلص. في كراسي ورا قعدنا عليها لحد ما يجي دورنا. من النظرة الأولى للمكان واللعبة أنا ما كنتش فاهم حاجة خالص، وأصلا أنا رايح ألعب بولينج وأنا ما عنديش أي خلفية عن اللعبة ولا عارف حتى النقط بتتحسب إزاي. علشان كده وانا مستني كنت بتابع الناس اللي بتلعب وبحاول افهم الدنيا ماشية ازاي في اللعبة دي، وهل الموضوع سهل ولا هنفضل نرمي الكرة وخلاص واحنا مش فاهمين حاجة. جه دورنا ورحنا على التراك وبدأت المواجهة. انا واخويا نفس الموضوع، ما لعبناهاش قبل كده، بس يلا بينا نكتشفها مع بعض. جيم البولينج بيبقى 10 جولات لكل واحد، وكل جولة ممكن تبقى رميتين. الرمية الأولى لو جبت كل القطع يبقى خلاص لعبت جولتك، واللي قصادك هو اللي هيلعب بعد كده. أما لو ما جبتش كل القطع يبقى ليك تلعب رمية كمان في نفس الجولة، ولو انت لعبت وجبت كل القطع في لعبة واحدة بتاخد 18 نقطة، وفي العادي القطعة بنقطة. يعني مثلا لو وقعت 5 قطع بتاخد 5 نقط، وبعد ما تخلص ال10 جولات بنشوف مين اللي كسب. احلى حاجة بقى في كل اللي انا قلته ده ان انت ما بتشغلش بالك بيه وتقعد تحسب انا جبت كام في اللعبة دي وجبت كام في اللعبة دي، لان ده كله بيتحسب اوتوماتيك، ودي حاجة ممتازة جدا بصراحة. كل اللي عليك تركز في اللعب وتابع النتيجة، والكمبيوتر هيقولك مين اللي كسب في الاخر. نيجي بقى للتفاصيل اللي جوه اللعبة نفسها. في البداية الكور بتبقى احجام واوزان مختلفة، في كور صغيرة وكور كبيرة، وبرضه في اوزان خفيفة وتقيلة. لكن انا معرفش هو الموضوع ليه علاقة باللعب، يعني مثلا التقيلة بتلعبها في حاجة معينة والخفيفة بتلعبها في لعبة معينة، ولا الموضوع ليه علاقة بالناس اللي بتلعب. يعني لو عيل صغير بيلعب مثلا اكيد مش هيقدر يلعب بالكرة اللي وزنها تقيل، وفي بنات برضو ما يقدروش يلعبوا بالكور التقيلة. اما مسكة الكورة فالطريقة اللي يفضل تمسك بيها هي الطريقة دي، وفي طرق تانية لمسكة الكورة بس دي اللي كنت اعرفها لما رحت اجرب اللعبة. اهم حاجة ما تدخلش صوابعك جوه قوي علشان وانت بترمي الكورة ما تلاقيش صوابعك بتتزنق جوه، فخد بالك من النقطة دي. بعد كده طريقة رمي الكورة. انا عاوز اقولك ان اول لعبة العبها رميت الكرة بطريقة جبت بيها ال10 قطع، والفكرة ان حاولت احافظ على استقامة ايدي في اللعب، بالاضافة ان انا ببص على الاسهم اللي في الاول دي بتبقى قريبة وبتبقى عارف تحدد بالظبط المكان اللي هتلعبها فيه. فلعبت الكرة على السهم اللي في النص، وده تقريبا اللي خلاني اقدر اجيب ال10 قطع في اول لعبة. انما بعد كده كنت بحاول العب بطرق مختلفة علشان احاول افهم الطرق اللي المفروض العبها. يعني كنت بحاول اتعلم لف الكورة وحركات تانية، بس الحاجات دي محتاجة تدريب كتير، مش من اول مرة هتعرف تعمل الكلام ده. لعبة البولينج لعبة ممتعة وفيها تحدي حلو جدا، وكمان هي رياضة، وبالممارسة كتير هتلاحظ ده وهتلاقيه بينعكس على جسمك. يعني انت لو بتدور على رياضة ممتعة وفيها تحدي وفيها حركة يبقى البولينج لعبة مناسبة وجميلة. الغريب بقى ان انا لما بحثت عن تاريخ لعبة البولينج لقيت انها موجودة من الاف السنين، وفي ادلة انهم كانوا بيلعبوها في مصر القديمة والامبراطورية الرومانية واليونان القديمة، وكانوا بيلعبوها بكور مصنوعة من الحجر او الخشب، واتطورت مع مرور الزمن وبقت بالشكل اللي موجود عليه حاليا. وكمان انا لاحظت ان في صالات بولينج طول التراك فيها مختلف، فده معناه ان في مقاسات قانونية او في مقاسات مختلفة وكلها فيها بطولات وتحديات،
زيها زي اي لعبة رياضية تانية. يمكن اللي مخلي اللعبة دي مش منتشرة قوي زي الالعاب التانية هي ان مفيش اماكن للعب في كل مكان، فدي من ضمن الحاجات اللي لو اتعالجت اللعبة دي هتبقى منتشرة اكتر بين الناس. يعني مثلا عندنا في بلدنا في العاب مش موجود ليها ملاعب زي كرة السلة وكرة اليد والطايرة والتنس وحاجات تانية كتير، وكل الألعاب دي قوية، لكن علشان مفيش ملاعب ليها عندنا قليل جدا لما تلاقي في ناس بتعرف تلعب أي لعبة من الألعاب دي. ده عكس الكورة تماما اللي ما شاء الله منتشرة جدا، وده بسبب انتشار الملاعب وبعدها الأكاديميات اللي بتشجع على التمرين وممارسة اللعبة. بالمناسبة دي قول لنا في التعليقات ايه أكتر لعبة نفسك تلعبها ومش عارف علشان مش موجودة عندك، وكمان لو انت متميز في لعبة اكتبها في التعليقات، عايزين نشوف ايه اكتر لعبة منتشرة ومحبوبة. وفي اخر لعبة لعبتها في البولينج حبيت اشوف هو انا كده اتعلمتها والدنيا تمام ولا الموضوع صعب ومحتاج تدريب كتير، فلعبت بالطريقة اللي لعبت بيها اول مرة وحافظت على استقامة جسمي والكورة تروح في خط مستقيم وعيني على السهم اللي قدامي، لقيت فعلا اني جبت ال10 قطع، وده معناه ان اللعبة كلعبة اساسي ما فيهاش حاجة صعبة، انما الاحتراف في اي لعبة بيحتاج تدريب وممارسة. وعايز انوه عن حاجة ان كل الكلام اللي انا بقوله ده تجربتي الشخصية. بص بقى، طالما وصلت لحد هنا في الفيديو يبقى لازم تثبت وجودك، لايك بقى، كومنت، تشترك في القناة، انت حر. عايز تعمل كل ده مع بعض برضو انت حر. اللي يهمني انك لو استفدت من الفيديو بمعلومة او الفيديو عجبك قول ده، ولو برضو الفيديو ما عجبكش قول ده، لان انا بعمل الفيديو واشارك التجربة معاكم فيهمني جدا رأيكم. وفي النهاية بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله.